الاكله دي يا جماعه ما بيختلفش عليها اتنين. اللهم بارك، اكله تحفه وريحتها جايبه اخر الشارع، وهنعملها بطريقه بسيطه وموفره، وهنعمل منها وليمه تكفي 10 افراد بسعر وجبه من اللي هتشتريها من بره. اول حاجه كده نسمي بالله، وهنجيب الحله بتاعتنا وهنرفعها على النار، وهننزل فيها بكام قطعه من الليه، وهننزل عليهم كده برشه زيت حلوه، وهنبتدي نسيح الليه كده ايه في الزيت. ومعايا هنا كده لحمه مفرومه كنت مصبعاها كده اهوت، وحطيت توابلها وعملتها ايه كور زي ما انت عايزه تعمليها صوابع اعمليها، بس يفضل كور زي ايه ما بناكلها بره. حط لها شويه توابل الكفته والملح والفلفل وبس، ما تحطيش بصل ولا اي حاجه، واعمليها كور بالشكل ده، وابتدي بقى انزلي بيها في الماده الدهنيه، وافضلي شوحي كده فيها لغايه ما تاخد لون وتتماسك تمام. نزلت بعد كده معايا بالسجق، واهم حاجه يكون نوع سجق حلو عشان ما يفكش منك وايه ويتفرول كده في وسط الحاجه، وما يبقاش ليه ولا طعم ولا شكل. ونزلت بالسجق بتاعي وبرده ايدي كده فيها. اهم حاجه تبقي ايدك فيها وتبقي متابعاها، ما تسيبيهاش عشان ما ايه ما تلزقش منك او تبوظ. وفضلت بقى اقلب كده لغايه زي ما انت شايفه كده السجق خد لون معايا. ركنت كده ايه السجق والكفته على الجوانب، ونزلت معايا بايه باي بقى حاجه انت عايزاها. انا هنا نزلت بكلاوي، لو عندك اي نوع حاجه تانية فيش اي حاجه انت حباها ونزلي بيها. وسعت كده في النص ونزلت بالكلاوي دوبك اديتها ايه تشويحه برضو كده لغايه ما لونها غير وايه وتمام معايا. وهجيب معايا بقى كده هو برضو نفس الكلام، هوسع كده برضو بنفس الطريقه في النص، وهنزل معايا بايه بقطع من الكبده. انا كنت هنا مقطعه الكبده شرايح كبيره، لو عايزه تقطعها الشرايح الاسكندراني الصغيره دي مفيش اي مشكله. واي حاجه انت بتحبيها اعمليها بقى. عندك بقى الحلويات ديت برضو قلبيها كده في وسطيها. انا اكتفيت بالاربع انواع دول، ونزلت بالكبده وشوحتها بنفس الطريقه لغايه ما لونها غير، ما بتاخدش معاكي على النار بالظبط 10 دقايق. ونزلت عليهم كده برشه الملح، وابتديت بقى اقلب بالشكل اللي انت شايفاه. عملت الجمال ده كله اللهم بارك في 10 دقايق. طعم وريحه وتوفير وحاجة كده رهيبة، ريحتها كانت قلبة البيت، وكل اللي كلها ما كانش عايز يقوم من على الأكلة دي بصراحة. اعملي بقى كده السندوتشات وحطي عليهم شوية البقدونس، وبالهنا والشفا. أكلة لذيذة وطعمة وموفرة، وهترمي معاكي كتير جدا في البيت، وأوفر من مرة 100 مرة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم.